عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله الناس الكل تكون بخير. وصفتي اليوم باش نعملو كعبة مقروض. عندي كيلتين سميد متوسط، عليهم كيلة سميد أرطب وكيلة زبدة. نبسس السميد نتاعي بالباهي ونخليه يرتاح قرابة 3 سوايع. بعد ما يرتاح معايا باش نزيد معاه 3 مغارف كبار سكر، مغرفة صغيرة خميرة مرطبات، عندي شوية كركم حليته في شوية ماء دافي معاها شوية ملح وماء زهر، ونصب الماء تدريجيا حتى تتلم معايا العجينة مانيش باش نخليها ترتاح تويكا باش ناخذ شوية من البات ونحط في وسطها اتمر خدمته بشوية زبدة وشوية لوز مهروش، وتنجموا سادة اللي يحب يحط شوية قرفة. مش نبدأ نخدم المقروض. عندي الطابع هذا، واللي ما عندوش يخدم بلا طابع. باش نكملهم الكل، خذيت المقلاة نتاعي سخنت الزيت بالباهي، مش نقليهم. من بعديكا نحطهم في الشحور، وهما معناتها يلزم يكون الشحور بارد والمقروض سخون باش يشرب بالباهي ويجيكم بعديكا هشوش. الشحور متكون من كيلة سكر، كيلة ماء وعسرة قارص. جاو بنين على الاخر وهشوشين. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها، وصحة لي وصحة ليكم، وملتقانا في وصفة اخرى ودبارة اخرى، وبسلامة.